جماعة ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون عن ايه المواد اللي احنا هندرسها في سنة أولى لكلية التربية الرياضية. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزة أقول حاجة الأول، أوضح حاجة. جماعة أنا ولا أي حد مش هيقدر يخير لك أنت أو يقارن أنت اختار آداب ولا اختار تربية ولا اختار تربية رياضية. محدش هيقدر يخير لك. انت المفروض تختار من نفسك. انت تقارن كده، انا هكون قادر ان انا تربيه رياضيه مش سهله. تربيه رياضيه تعب جسدي وتعب رهيب، شمس طول النهار، محاضرات طول النهار، الساعة 8 الصبح للساعة 6 المغرب في الكلية. محاضرات مش هتكتفي محاضرات الكلية بس، لا انت هتكتفي، مش هتكتفي محاضرات الكلية، لا انت المفروض وقت زيادة عشان تتمرن الحاجات اللي انت خدتها. انت والشباب بتاعتك المفروض بتعملوا عمل جماعي، فبتقعدوا ساعات اضافية في الكلية كتير جدا عشان تتمرنوا. ساعات بتنزلوا يوم مخصوص كامل عشان الدكتور عايزاكم تتمرنوا، او الدكتور عايزكم تتمرنوا الحاجه دي معاه. مش هتقتصري على محاضراتك وتمشي وتاخدي محاضراتك وتذاكرها وتمشي، لا. وكمان الكليه عملي قوي 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 قوي، يعني 60% عملي و40% هو النظري. بجد الكليه عملي جدا. انت بقى هتحبي، انت بقى حاولي بقى، يعني الكليه دي فيها مميزات ايه، الكليه دي فيها مميزات، الكليه دي فيها مميزات ايه، انا هستحمل ده، انا هستحمل ده، انا هستحمل ده ولا لا. بس كليه عمليه جدا، محتاجه حد هيحب الموضوع. بس ده اللي انا هقدر اقوله، ده اللي انا هقدر اقول افهمكم بيه، او اقدر ان انا اشرحه. بس انا ما عرفتش ارد ده في التعليقات تحت، حبيت ان انا ابدا بالفيديو وبس. انت اختار او انت اختار حسب انت ميولك بجد. محدش هيدخلك ده مش على قرارك ده بعد كده. بس افضل قسم انا، انت اول ما تخشي الكليه بجد انت هتنسي القسم اللي انت داخله ده عشانه. يعني انت داخله عشان قسم علوم الصحه، بجد انت هتنسي قسم علوم الصحه هتشوفي حاجات تانية احسن بكتير من علوم الصحه. في كليات بقى زي ما قلت لك، زي ما قلت في كليات فيها علوم صحه وفي كليات لا. التخصص بيكون من سنه ثالثه، ده كل حاجه كده. بس يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه ان المواد النظري، انت مثلا ممكن في الترم الاولاني تاخدي مادتين نظري بس والباقي كله عملي. بس الحاجات انت بتاخديها عملي برضو بتاخديها نظري. يعني مثلا انت بتدرسي في اول سنه ايه، سباحه، دي بتاخديها نظري، محاضرات نظري، بتاخديها محاضرات عملي، تمتحني فيها نظري بتمتحني فيها عملي. ملاكمه، بتاخدي ملاكمه، بتاخدي برضو نظري وعملي. بتاخدي تربيه حركيه، التربيه الحركيه دي برضو عملي ونظري. بتاخدي العاب ترويحيه، ده برضو عملي ونظري. التربيه الحركيه دي بتديك وسائل الدكاتره بتعلمك وسائل تعليميه تعلمي بها الاطفال. يعني تخليك تلعبها بنفسك، ادوات تصنعها انت بنفسك مش موجوده لا في المدرسه ولا في اي حاجه. بتلعب بها الاطفال او تنمي عندهم مهاره معينه. الالعاب الترويحيه زي التربيه الحركيه، بس لعبه كبيره بقى، لعبه كبيره للناس الكبار. انت وشعبتك بتصمموا لعبه، وتبقوا في اخر الترم بتصمموا اللعبه دي في الملعب وتوروها للدكتور وتلعبوها. سباحه، ملاكمه، بتدرسي ملاكمه، دي كلها المواد العملي. جمباز، بتدرسي مثلا ممكن تدرسي سباحه في الترم الاولاني وجمباز في الترم الثاني، مش بتاخدي الاثنين مره واحده. يعني العملي كان 8 مواد زي اللي هو التعبير الحركي، التمرينات، سباحه، مسابقات ميدان وضمار، ملاكمه، مصارعه، تربيه حركيه، العاب ترويحيه. كده 8 مواد كانوا عملي. مادتين النظري كانوا تشريح وعلم حركه. كده 10 مواد في الترم الثاني كان فيه 3 مواد نظري والباقي عملي. زي النظري زي علم النفس، زي الفسيولوجي، زي مناهج التربيه الرياضيه. وكمان برضو مواد عملي زي كاراتيه، مبارزه، جمباز، مسابقات ميدان ومضمار 2، بتدرسي 1 و2.
دي هتبقى مسابقات ميدان ومضمار 2. كاراتيه، تنس ارض، تنس طاولة. 8 مواد برضو، يعني في السنة هيكونوا 20 مادة. ده كله المواد العمل دي كلها بتدرسيها برضو محاضرات نظري ومحاضرات عملي كلها، يعني بتمتحني فيها نظري عملي، بتمتحني فيها نظري، فيها عملي، بتمتحني فيها شفوي بتمتحني فيها كل حاجه زي نظري بالظبط. نظري بيكون ورقه الامتحان بس اللي عليك هو والشفوي، لكن العملي بيكون ورقه نظري وورقه واللي عم امتحان العملي وامتحان الشفوي. ده كل المواد اللي انت ممكن بتختلف بقى من كليه لكليه، يعني ممكن مواد تدرس كليه تدرسها وممكن مواد لا، يعني بس عشان كده بقول لكم يعني. ومعظم المحاضرات كلها هتبقى في الشمس، هيبقى في فرهضه كبيره قوي. فعشان كده بقول لكم حاولوا تختاروا انتوا نفسكم عشان ما تندموش بعد كده على قرار انتوا خدتوه. انت تدخلي حاجه انت حباها حاجه انت حاببها. ده كله اللي انا حبيت ان انا اتكلم فيه، وان انا اعرفكم المواد اللي احنا بندرسها في سنه اولى عشان تكونوا واعيين نفسكم وبس. كده بيكون خلص الفيديو، يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش تسألوني عن اي حاجة انتوا عايزين تسألوا عنها، وبس متنسوش الاشتراك في القناة واللايك، ومتنسوش تتابعوني على الانستجرام. بس باي.